السلام عليكم. لو سمحت كنت عايز واحد بيتزا جمبري وسط وواحدة سجق. ازود لك حاجة معاه؟ لا شكرا. تمام كده يا باشا. العنوان عبد المنعم رياض المتقاطع مع البطل، تالت بلاعة على ايدك اليمين. الاوردر باسم مين؟ رافائيل. رافائيل، استعجلوا لي بس يا باشا، الله يبارك. يلا مع السلامة. تلاحظ نينجا ايه دي اللي بتاكل بيتزا؟ وليه فرق ايه ده اللي بيوصل البلاعات؟ مش فاهم انا برضه. الزواج المثليين اللي منتشر اليومين دول بين شباب العشرينات والتلاتينات، عايزين نشوف الاول الشباب ده اتربى على ايه. لو رجعنا هنلاقي ان الجيل دوت بدأ معاه ظهور الافلام الكرتون. من ضمن الافلام اللي ابتدت في البدايه وانتشرت كان فيلم الاميره والوحش، وده عباره عن واحده حبت اسد وعاشوا مع بعض بقصه حب، وبعد كده بسيته فتحول بني ادم. بعد الفيلم دوت ظهر الفيلم بتاع الاميره والضفدع، اللي هو برده كان ضفدع ملك وواحده برده حبته، وبعد ما بسيته تحول بني ادم. انت منتظر مني انا ايه؟ يعني تحس ان البنات بعد ما شافت فيلم الاميره والضفدع دوت كانت ماشيه تقفش في الضفادع اللي في الشارع، كل واحده معتقده ان الضفدع لو بسيته هيتحول بني ادم. فانت احمد ربنا ان هي اما كبرت حبت واحده زيها ما حبتش ضفدع ولا سحلفه. ده على المستوى العالمي. لو بصينا بقى على المستوى المصري هنلاقي بوجي وطمطم هو قرد وهي ارنبه، والاتنين اخوات ولا مخطوبين ولا محدش عارف هما ماشيين ازاي. ايا يكن يعني، ولنفترض ان هما اخوات. طب انهي كائن خلقه ربنا خلف قرد وارنبه؟ يعني انا برضو كطفل وبتفرج، الطفل خياله واسع. ايه اللي هيخلف قرد وارنبه؟ ومين الاتنين المتجوزين اللي هيجيب لك قرد وارنبه؟ خلصنا من دوت نخش على بكار يوم ما بنى علاقه في حياته بناها مع معزه. طب انت منتظر مني انا ايه؟ ما هو انا لما هشوف كل الحاجات دي يوم ما هاجي اتجوز سلحفه واخلف منها مخده مثلا او حاجه الواحد ينام عليها جميله كده. كبرنا شويه، ظهرت معانا افلام سبيستون وقناه سبيستون اللي هي المفروض قناه شباب المستقبل. شوف شباب المستقبل بقى متربي على ايه. حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. هو ده شباب المستقبل؟ يعني تعالى نفترض ان انت معدي كده قدام ابنك وقاعد بيتفرج على التلفزيون في الصاله ولقيته بيتفرج على دي، انت رد فعلك إيه؟ بلاش. قاعدين في اجتماع عائلي وقالوا لابنك كالعاده يلا يا حماده قوم غني لنا اخر اغنيه سمعتها. يلا يا ياسر سمع عمو. حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. الله برافو حبيبي، برافو حبيبي. نخلص من حلو جميل يطلع لك مسلسل اسمه بي بليد. احنا ما عندناش اعتراض على بي بليد، ما عندناش اعتراض على اي شيء، بس اسماء ربنا كلها خلصت وما لقيتوش الا البلبل. هذا ما أريده منك لا غير يا بلبلي. لا يستطيع أحد التفوق على بلبلي. هل رأيت قوة بلبلي الذي سيتغلب عليك؟ ستنخفض طاقة بلبلك بلا فائدة. يبدو أن بلابل والدك الضعيفة لم تساعدك. دع أباك يعطيك بلبلا أفضل لتهاجمني به. ما لقيتوش الا البلبل. وبعد كده معلش يعني مع احترامي ليك، ما انت لما هتوري له قوه بلبلك ما هيوريك قوه بلبله. تعال نتخيل كده ان انت ماشي في الشارع واحد بيقول لك سوف اوريك قوه بلبلي، انت هتقول له ايه؟ بعد كل ده مؤخرا ظهر لنا مسلسل اسمه غنبول. غنبول ده عباره عن قط وامه قطه، تمام، وابوه ارنب واخته ارنبه ومتبنيين سمكه يربوها معاهم في البيت. فانت احمد ربنا ان الطفل بعد ما اتضرب في الخلاط ده كله طلع بيتجوز واحد مثلي زيه. يعني ولا فيلم في الكرتونات دي كلها حتى واحد حب حد من نوعه، ده قرد وارنب، ضفدع وبني ادم. فانت احمد ربنا ان الطفل بعد ما اتضرب في الخلاط ده كله وبالعقليه اللي متسابقه قدام التلفزيون دي طلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مش اسهل. لو هنتكلم جد شويه، فيلم انسايد اوت اللي لسه نازل السنه اللي فاتت، بطله الفيلم طالعه لابسه التيشيرت اللي بيدعم حقوق المثليين. فيا ريت نخلي بالنا شويه من المحتوى اللي بنقدمه لاولادنا. شكرا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتعمل سبسكرايب على القناه اللي في اليوتيوب وفولو على الفيسبوك عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. يلا ربنا يوفقكم.